لو عايز تعرف ليه الزملكاويه ما بيحبوش ابو تريكه، في الفيديو ده هتعرف ليه الزملكاويه ما بيحبوش ابو تريكه، وهعرض لك ال 13 هدف اللي سجلهم في مرماهم. وده اول هدف معانا وهو بينيم لعيبه الزمالك حواليه يمين وشمال زي ما انت شايف، وفي واحد هنا اخد له تغفيله كده لمده ثواني بسيطه، وبعد كده حط تسديده ولا اروع ولا اجمل فين في السوكه فوق في المقص. وده هدف من احلى اهداف ابو تريكه في نادي الزمالك. وده الهدف التاني معانا، وللعلم الهدف ده في منه بنفس الطريقة دي كتير من ابو تريكة. حد بيكون مسدد تسديدة او لاعب كورة عرضية وابو تريكة بيحط رجله ويغير اتجاهها في قلب مرمى الزمالك. بس تقدر تقول لي بقى مين اللي سدد الكورة دي؟ لو قلت مين هو فيبقى انت كده اهلاوي اصيل وصميم. وده الجون التاني معانا لابو تريكة في مرمى الزمالك. الهدف التالت معانا لماجيكو في قلب مرمى الزمالك كان بعد مراوغة وعرضية ولا أروع ولا أجمل من الغزال الأنجولي جilberto، وقطع أبو تريكة على طول على العارضة القريبة، ولا أحسن مهاجم وحط الكورة بدماغه زي ما الكتاب بيقول، ولا أكنه صانع لعب. الراجل ده كان مهاجم مهاجم مهاجم، أو الراجل ده كان بيلعب في أي حتة حرفيا. الهدف الرابع معانا للساحر والماجيكو أبو تريكة بيستلم كورة عماد متعب وبيروح يحط الكورة ولا أروع ولا أجمل بعد الاستلامة في السكس يارد. وشوف مدافع الزمالك اللي بيحاول يستقتل ويطلع الكرة من على خط المرمى، بس ده على مين؟ ده على الماجيكو اللي بيحطها في السقف فوق خالص ويخلص الجول الرابع. الجول الخامس وعلى طريقة ابو تريكة وعلى طريقة افضل مهاجمين العالم، الراجل برضو بيقطع على العرض القريبة وبيسرق المدافع زي ما الكتاب بيقول حرفيا بعد عرضية اسلام الشاطر، ويقدر يحط الكرة بمنتهى السهولة في الزاوية البعيدة زي ما الكتاب بيقول. ابو تريكة حرفيا كان راجل بيخلص اهداف بكل الطرق. جول جديد لماجيكو بعد عرضية من بركات، وبرضه بيسرق الاتنين مدافعين وبيقطع على القريبة ويدخل يحط الجون بمنتهى السهولة في مرمى عبد الواحد السيد، المرمى المخصص والمحبب لقلب محمد أبو تريكة. الجول اللي هيتعرض قدامك دوت من اهم اهداف ابو تريكة في ماتشات الزمالك. ليه من اهم اهداف ابو تريكة؟ لان الجول ده كان تقريبا في بلس 90 في الوقت بدل ضايع في نهائي كاس مصر، وابو تريكة بيرجع تاني بالنادي الاهلي قدام نادي الزمالك في ماتش كان صعب جدا، والماتش ده قدر الاهلي يخلصه في الاشواط الاضافيه 4-3. عايزك تتفرج على الجون معايا وتستمتع، واللعيبه كلها بتهرب بالكوره لحد ما بتروح للماجيكو اللي بيخلصها بمنتهى السهوله واليسر، وهو ده ابو تريكة بتاع الاوقات الحاسمه. ده الهدف العظيم بتاع عودة الماجيكو زي ما انتم شايفين، الكرة المتعب ومن متعب لشوقي اللي بيحطها لتريكا اللي بيخلص على طول من لمسة واحدة قدام عبد المنصف فين في السكس يارد ومن غير رقابة خالص. طبعا خطأ من دفاع نادي الزمالك انه يسيبوا لعيب بقيمة ابو تريكة كده واقف لوحده، ولكن هو ده الماجيكو اللي بيخلص دايما في الاوقات الحاسمة. انا بالنسبة لي بقى الجول اللي جاي ده من افضل اهداف ابو تريكة تقريبا في مرمى الزمالك. ده هشتك ودلع عبد المنصف تدليع ولا اروع ولا اجمل، يا دوب رقصه كده وهوشه بوسطه، بس عبد المنصف راح المولد وحط الكورة بمنتهى السهولة. يلا نشوف الجون ونحلله مع بعض. يلا بينا. هو ده احلى جون سجله ابو تريكة في مرمى الزمالك من وجهة نظري، بعد تمريرة جميلة من حسام عاشور وابو تريكة بيروح لعبد المنصف يا دوب بيهوشه وبيرقصه بوسطه من غير كورة ومن غير اي حاجة خالص. وهي دي قيمة الماجيكو اللي دماغه مليانة كورة ومليانة فن، ورجله كانت بتقدر تعبر عن ده بمنتهى الاريحية والسهولة واليسر. فاكر لما قلت لك ان تريكة سجل اهداف زي دي كتير لما تكون الكرة متشاطة او ملعوبة بالعرض وهو بيقدر يغير اتجاهها كده في الطريق؟ ده هدف في نفس الطريقة بعد تسديدة من شريف عبد الفضيل، تلاقي دماغ الماجيكو محطوطة فيها عشان يغير اتجاهها ويوديها اتجاه الجول. وهي دي اهداف ابو تريكة، وهو ده الماجيكو محمد ابو تريكة اللي كان بيقدر يحول اي كورة لهدف جوه ال 18. انا متأكد انت ممكن ما تكونش فاكر الجول ده اصلا. ده جول برضو لابو تريكة في مرمى الزمالك بعد عرضية من عبد الله السعيد، يخش ابو تريكة يحط دماغه على طول في البعيدة لعبد الواحد السيد، لا تصد ولا ترد. وعايزك تتفرج على الماجيكو اللي تقريبا كان بيلعب صانع لعب، بس مش صانع لعب، هو كان بيلعب مهاجم تاني بعد عماد متعب، بيقدر يكمل على طول ويسجل اهداف، وخاصة في المرمى المحبب بتاعه مرمى الزمالك. وده الهدف الوحيد اللي كان من ضربة جزاء في مرمى الزمالك من أبو تريكة في الاستاد الكبيس استاد الجونة اللي الله ما يعودها أيام من تاني. وده بالنسبة لي يصنف تاني أحلى هدف بعد الجول بتاع ترقيصة عبد المنصف. الكورة دي بعد تمريرة ولا أروع ولا أجمل وسندة عالمية من وليد سليمان بكعبه كده لأبو تريكة اللي بيخش يحط وش رجله على طول على طريقة محمود الخطيب بيبو من مرة واحدة في البعيدة، لا تصد ولا ترد. ودي من أهداف أبو تريكة المميزة جدا 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 في مرمى الزمالك.
وده الجول الاخير معانا وجول التثبيته او جول محمد ابو تريكه وهو بيثبت عبد الواحد في مكانه. تقريبا كده جوان الزمالك كلها كان فيها تهزيق لحراس المرمى زي الجول ده. الراجل بس بنظره كده بص لعبد الواحد السيد مسمره في مكانه عشان يحط وش رجله على طول في البعيده ويسجل هدف جميل في مرمى الزمالك زي كل اهداف الماجيكو في مرمى الزمالك. كده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكمان متابعه لصفحه الفيسبوك. اتمنى تكون استمتعت بال 13 هدف بتوع ابو تريكه في مرمى الزمالك. سلام.